الليل، وإذا كان الذي يفترض فيه أن يكون عادلا وأن يقيم العدل هو ظالم من الدرجة الأولى وكافر بامتياز ولا يؤمن بما آمن به الأنبياء وبشروا به، كيف يمكن الاعتماد عليه؟ انتهت القضية. نحن وأنتم على أمة واحدة، إن لم يقع بيننا السيف، فإذا وقع بيننا السيف كنا أمة وكنتم أمة. أنا هذا الكلام أقوله لأولئك الذين قد يخدعون بهذا الحكم الظالم وهذا الملك الطاغوت. أقول لهم هؤلاء مؤمنون مسلمون كانوا يصلون في هذا الدوار، في هذه الساحة كانوا يصلون صلاة الجماعة. إذن هؤلاء أمة محمد، هؤلاء أمة رسول الله، هؤلاء مسلمون. وقع بينهم وبين الحاكم سيف فهو من الكافرين، خرج من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأقول للناس بنو أمية تصرفوا في كربلاء بقتل النفوس وقتل الأطفال وسبي النساء وحرق الخيم، وهؤلاء فعلوا كما كانت تقتضي طبيعتهم الأموية. بقي عليكم أن تتصرفوا كحسينيين لا بد أن تتصرفوا. وقع بينكم وبينهم السيف.